تخيل ترفض مليون ونص دولار من السعودية وتبقى مبسوط بالشكل ده. صلاح مضى عقد جديد هيقبض فيه حوالي 385 ألف دولار في الأسبوع، رقم مش قليل على 11 سنة شغل. صلاح لحد دلوقتي كسب حوالي 97 مليون دولار في ال 11 سنة دول، يعني حوالي 50 مليون بعد الضرايب. فتخيل بقى لو كان لعب موسم واحد بس في السعودية كان هيقبض 78 مليون دولار من غير ولا مليم ضرايب. يعني رفض الرقم ده بيوري قد ايه هو بيحب ليفربول، ولسه عنده أرقام قياسية وجوائز عالمية بيحلم بيها. بس كمان ممكن يكون بيفكر بذكاء. صلاح هيخرج من ليفربول عنده 35 سنة، وساعتها السعوديين هيبقوا محتاجين نجم جديد. النجم اللي موجود دلوقتي هو كريستيانو اللي بيقبض حوالي 167 مليون دولار في السنة الواحدة، وعقده هينتهي في يونيو اللي جاي، وفي الأغلب هيجد. بس هو قال بنفسه إنه غالبا هيعتزل في السعودية، وده معناه إن صلاح ممكن يكون الوريث والوجه الجديد للدوري السعودي. والسؤال بقى، لو كنت مكان صلاح فضل المجد الكروي في أوروبا ولا الفلوس الخرافية من الخليج؟ خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على إيه.